السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بقصة من الواقع، إن شاء الله يا ربي تنال استحسانكم، واللي عجبته منسانيش باللايك والاشتراك. أي قصة اليوم تقول: عامل روحي قاري وفهيم، عشت ومخالط ناس قد شعر الراس وقد ما عندي تجارب في حياتي. عمري لا كنت نتصور باش نعمل في روحي هكا. أنا محمد متخرج في الهندسة المعمارية، حليت مكتب أرشيتكتور، لكن الخدمة ما هيش ماشية، بدلت الاتجاه لكن بقيت في نفس الدومين ودورتها مقاولات، والحمد لله شانتي مع شانتي عملت اسم، وكنت مقاول بالاسم خاطر نخدم بيدي مع الخدامة. وكيف قررت باش نعرس؟ قلت لأمي ترشح لي بنية باهية من أقاربنا، وفعلا أمي خطرت لي بنية بنت خالتي كوثر، وكانت نعمة الزوجة الصالحة. عايشين مع أمي وبابا متهني، حاجة بركة كانت ناقصة هي الصغيرات. ربي ما طعمناش بصغير، لكن كنا راضين بقضاء الله. غير الناس ما تخليكش مرتاح ويخليوك توسوس بالأسئلة متاعهم: اش بكم ما جبتوش، وعلاش التو ما فما شي، وتقول حاجة بيدنا نحنا. من غير هذا حياتي كانت ماشية ستة زيت. حتى لين نهار جاتني خدمة في مدينة في الجنوب، واحد من أولاد المنطقة متغرب ويحب يبني دار في مسقط راسه. مشيت عاينت التيران وتفاهمت مع المالك على كل شيء. ركحت السكنة، هزيت المطريال والخدامة وقصدت ربي. مدينة هادية وناسها طيبين. الصباح سيمان وحديد وحفران بازيت، والعشية نمشي نركش في قهوة شعبية ونبعد حتى على خدامتي باش ننسى الخدمة وهمها. في ليلة من الليالي وأنا قاعد في ركن وحدي، وقف عليا راجل لابس جبة ومريات وعينيه فيهم وقار غريب: السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا: فاضي الكرسي يا ولدي؟ قالوا: يتفضل يا بابا. قالوا: ربي يبارك لك. انا كسألني على الكرسي نستخايل باش يهزه، لكن هو جبد الكرسي وقعد معايا في الطاولة وبدي يحكي معايا. كل مرة يجبد موضوع في الدنيا، في الخدمة، في الصبر. كلامه كان موزون ومرتوب، يخليك تسلم ليه وذنيك وتحب تزيد تسمع منه، كأنك حليت كتاب فيلسوف. فجأة سكت شوية، اغزر لي في عينيا وقال بلهجة تبدل فيها الريتم: يا محمد، انتي قلبك باهي لكن عندك مشكل يتبع فيك، مش بخليك مرتاح في حياتك. انا استغربت وسألته: علاش يا حاج؟ الدنيا ماشية والحمد لله. اتبسم وحط يده على الطاولة وقال هو يحكي بصوت واطي: محمد ولد امنية، ليلة العيد اللي فات صارك اكسيدون بالكرهبة والكلب متاعك مات 6 شهور التالي. تعاركت مع نسيبك على أرض من حق مرتك وما حبش يعطيها لك. تجمدت وعروقي نحس فيهم تجمدوا. المعلومات هذه حدها حد دارنا، ايش وصلها للجنوب ومع شخص لا نعرفه لا يعرفني؟ حسيت بدني يتنمل، قمت من الكرسي وبديت نتمشى في القهوة، وهو قاعد راسه اللوطة في يده سبحة لوح ولا تحركت فيه شعرة. رجعت قعدت، والمرة هذه قربت الكرسي بحذاه وركزت معاه أكثر وسألته: منين جبتهم الحكايات هذو وانتي شكون؟ خزر لي بكل ثقة وقال: أنا الراء اللي ما تراوش انتي، أنا نعلم الغيب ونعرف القدر وين ماشي. انتي عندك تابعة في حياتك، وعلى هذا انتي ما جبتش الصغار. الخوف عمالي بصيرتي، إنسان يحكي معايا تقول ولي صالح. أهبط لي من السمي، ما نجمتش ما نصدقوش. السيد يحكي كأنه يعيش معايا في الدار. سألته بلهفة: إيه يا شيخ، ما دامك انتي تعرف هذا الكل عندكش الحل؟ جاوبني: الحل عندي، ما تخافش. المكتوب يتبدل والأقدار يتصلح، أما يلزمك تطاوعني وتسيب لي روحك. كمل سهرتك على روحك، وتو غدوة نراو بعضنا ونقول لك شنو لازمك تعمل. خليني قاعد معاه 100 سؤال في راسي، وبعد قام روح. أنا ساقي ثقلت، ما نجمتش نقوم، قعدت مشوار والصمت داير بيا، مانيش عارف شكون اللي كان قاعد حذايا، انس ولا جن. بعد ما رجع الدم يجري في بدني، هزيت روحي، قمت روحت. لكن ليلتها لا تعشيت ولا جاني نوم، وانا متكي في الفرش ونخمم: زعما شنيا حكايته؟ زعما هذا اللي باش ينحي العقدة متاع الصغار ونجيب صغير يقول لي بابا؟
بعد 5 سنين انتظار بقيت سارح مع مخي حتى لين خديتني عيني ورقدت. أيا قمت الصباح هزت الخدامة ومشينا للشانتي وبدينا الخدمة، لكن مخي مزاح في هيك الشيخ اللي قلب لي مخي نخدم ونستنى في الشمس وقتاش تمسي. أي العشية روحنا دوشت بدلت دبشي وخرجت قبل حتى وقت العادة. مشيت القهوة وفي نفس الطاولة متاع البارح، قعدت وبقيت نستنى لكن غابت الشمس وبدأت السماء تبدل لونها للعتمة وطاح الليل والشيخ ما جاش. القهوة بدأت تفرغ من الناس وهيك الراجل ما ظهرش حتى بديت نشك في روحي. يخي اللي صار لي البارحة حقيقة ولا محظة وهم. كان وصلتوا معايا لهوني تنسونيش باللايك والاشتراك باش نكمل لكم الحكاية. قعدت نستنى لين القهوة سكرت، رجعت لداري وقلت لعل عنده ظروف وما نجمش يجي. من غدوة على نفس العادة بعد الخدمة مشيت للقهوة وقعدت نستنى وطاح الليل وما جاش. ناديت للسيرفير وسألته خويا بربي باش نسألك السيد اللي قعد بحذايا نهار 3 تعرفوش؟ قالوا لا يا خويا، نشوف فيك انتي كل ليلة تجي تقعد وحدك تعمل قهوة وتروح، ما عمري ما ريت حد قعد معاك. قالوا وي لكن وقلت البارح قعد حذايا راجل كبير وعنده لحية بيضاء. قالوا سامحني والله ما انتبهت. قالوا شبيك انتي لاباس يخي عندك معاه مشكلة؟ قالوا لا، غير تعرفت عليه في القهوة ومتفاهمين باش نقعدوا مرة أخرى. أيا قالوا يا باهي ربي يجمعكم في الخير. أيا قمت روحت، لكن كلام السيرفر قلقني. كي قال لي مريت حد قعد معاك، دي السيدة قعد معايا أكثر من ساعتين ليلتها. قلت زايد خليني خرجها من راسي الحكاية، كان باش نقعد نخمم باش نتعب روحي. أيا من غدوة وأنا قاعد في القهوة ونشرب في قهوتي حتى وقف عليا هيك السيد تبسم وقال السلام عليكم شنحوالكم. أنا من الصدمة والفرحة قمت وقفت مديت له يدي. أهلا سيدي الشيخ، تي وينك؟ والله استخشبت عليك كل ليلة نستنى فيك. جاوبني الله يغالب يا وليدي، مشاغل الدنيا لهاتني. أيا تفضل اقعد مرحبا بيك. أخيرا جي وأنا باش نزيد نتأكد مش جالس كامل ولا لا. ناديت للسيرفر وقلت له شوف الحاج ايش يشرب. السيرفر تلفت للشيخ وقال له تفضل يا بابا ايش نجيب لك؟ قالوا كاستي. تلفت لي السيرفر وقال لي ان شاء الله يكون هذا اللي سألتني عليه. اي الحمد لله كي تلقيته. وقتها تأكدت انه الراجل حقيقة مش اوهام ومش جن، وبديت معاه في الحوار. تعرف يا شيخ قلت له انت رميت عليا قنبلة ومشيت وخليتني غارق في التخماق. قالوا دا يا وليدي ماني قلت لك ما تخممش وما تشيلش هم الحكاية محلولة بإذن الله. إيه كيف ما قلتليش شنو باش نعمل؟ قالوا شوف لازم نعملوا قاعدة صلح مع الجنية اللي معاك، فما بخور باش نشريوه هو غالي شوية ونستحضروا بيه الجنية ونتفاهموا معاها ونشوفوا شنية طلباتها باش تسيبك وتمشي. وقالوا قداش هالبخور هذا؟ مش مشكل البخور، قالوا المشكل في شنو باش تطلب باش تخرج. البخور يتسمى حكاية فارغة ورابط 500 دينار نشريوه. والقاعدة هذه وين باش نعملوها؟ قالوا في دار إن شاء الله. مد 500 دينار. قالوا خذ البخور وغدوة الوقت هذا نتقابلوا لهنا ونمشيو. قالوا باهي سي محمد واضح وربي يجيب الشفاء. ليلتها ما رقدتش وغدوة في الليل قابلنا في القهوة. مشينا لدار قديمة في طرف البلاد، ريحة البخور تقلب والشموع في كل تركينة. قعدني في بيت ظلمة وبدي يتمتم بكلامي تفهمش ويرمي في البخور، وحتى البيت عبيت بالدخان. حسيت ببدني رزن، راسي بدا يدور والحيط بدا يموج بيا قدام عينيا. غبت على الوعي وما فقت كان والشيخ يرش فيا بالماء. قمت دايخ قال لي بلهجة مرعبة الجنية اللي ساكنة فيك حضرت وكانت هايجة، طلبت طلب صعيب، طلبت قربان طفل صغير باش تسيبك وتخلي مرتك تحبل. اني وقتها ركبني الرعب. قال شنو طفل صغير؟ مستحيل يا حاج نعيش بلاش صغار ولا نقتل الروح. اخي طمني الحاج وقالي حتى انا جادلتها وعاركتها وفي الاخر وافقت تبدل القربان بتعويض مالي كبير. طلبت 50 مليون توزعهم على اهل الخطوة وباذن الله في شهر مرتك تولي حبلة. خرجت من عنده 50 مليون ويدوروا في راسي منين باش نجيبهم وكيفاش باش نتصرف.
روحت للدار رميت بدني وعيني مغرغرة بالدموع، رقدت وليلتها حلمت حلمة غريبة. لقيت روحي في جنينة كبيرة وشادت في يدي مسمار ومطرقة ونضرب بكل قوتي في قلب شجرة خضراء. فجأة ظهرت أمي وجهها حزين، شدت يدي وقالت لي يزي يزي يا ولدي اللي تعمل فيه حرام، راك تقتل في روحك بيدك. قمت مفزوع عارق، سمعت أذان الفجر، لبست دبشي وخرجت نجري للجامع. صليت وحسيت براحة غريبة، وبعد الصلاة مشيت للإمام سلمت عليه وقعدت بحذاه وحكيت له القصة من الأول للآخر. تبسم الإمام وغزر لي بشفقة وقال: يا ولدي سترك ربي، وباهي كي جيتني في هالوقت اللي تحكي عليه. لا هو لي ولا هو يعرف الغيب، وما يعلم الغيب إلا الله سبحانه، إن الله عنده علم الساعة. قالوا السيد هذا متحير، والمعلومات اللي قالهم لك على حادث الكرهبة وموت الكلب ما هي إلا أخبار جابها الجني يتعامل معاه من القرين متاعك اللي ملازمك ويعرف عليه كل شيء. يحكي الماضي باش يثبت لك انه يعرف المستقبل ويصيدك في الفخ. وال50 المليون هي الغاية متاعه. السحر والجان ما يبدلوش قدر ربي، والصغار رزق يجي في وقته من عند ربي سبحانه. وقتها فقت من الغيبوبة اللي كنت فيها، حسيت روحي كنت باش نضيع ديني ودنياي ورا وهم. شكرت الإمام وخرج دمي يغلي، مشيت طول مركز الشرطة، حكيت لهم الحكاية وبالتنسيق معاهم عملت روحي باش نمشي نعطيه الدفعة الأولى من الفلوس. وهدينا عليه في داره ولقينا عنده قائمة متاع ناس أخرين كان ناوي يبتزهم بنفس الطريقة. وغدوة رجعت لتونس ورجعت لمرتي وأمي، طلبت منهم السماح وعرفت اللي رضا بالمكتوب هو أحلى سحر ينجي يداوي القلوب. والحمد لله بعد عام هيك الحكاية ربي رزقني بوليد اللي جاب الحق، مش بخزعبلات الشيوخ الكذابة. ان شاء الله يا ربي تكون قصة الليلة عجبتكم. كان عجبتكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك والتعليق، وغدوة نجيكم بقصة جديدة.